واهلا وسهلا فيكم مرة جديدة مع فيديو جديد ووصفة جديدة من سفرة سلمى. وصفتنا لليوم دجاج بالكاتشب مشوية بالفرن. وصفة بسيطة وطيبة وسريعة، بحبوها الكبار والصغار. لمحبين الدجاج المشوي بطريقة بسيطة وطعم كتير طيب. معي 2 كيلو من أفخاذ الدجاج مخليين من العظم، نقدر نستعملهم بالعظم. معي حبتين بصل، شي 6 7 حصوص ثوم مقطعين، البهارات ورق غار، عيدين قرفة، هيل، بابريكا، ملح وفلفل أبيض، وكوب من الكاتشب ونص كوب من الحامض. ها هي المكونات بكل بساطة. رح احط المكونات على الدجاج وانقعهم تقريبا لمدة ساعتين، وبنقدر اكتر. كل ما نقعناهم وقت اطول بتتشرب المكونات التتبيلة بالدجاج اكتر. فرح اخلطهم منيح وغلفهم وحطهم بالبراد مدة ساعتين. وبعد مرور ساعتين من الوقت رح احطهم بالصينية، جهزهم ندخلهم على الفرن. واجمالا ما بياخدوا وقت كتير، كانوا هيك تشربوا مزبوط من التتبيلة. وحتى مش رح غطيها، رح ضيف كل المرقة عليهم اللي بالجاط، ورجعت ضفت لهم تقريبا كوب مي وشي 3 4 معالق زيت. بس هون كان فيني استغني عن المي لانه بتطلع مرقتها منيحة ورح يستوي بسرعة. وهيدي النتيجة بنص ساعة تقريبا. هيك كانت النتيجة. بس ما بخبركن الطعم كتير طيب، الكاتشب بضيف طعم كتير طيب للدجاج. وهيك كانت وصفتنا لليوم، وصفة خفيفة سريعة وكتير طيبة. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوني من الاشتراك واللايك والكومنتس وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد.